السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناتكم وصفات سعد. كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله وصفة رائعة وسريعة جدا كيف ما عودتكم دائما وكتستحق أنكم تجربوها. وصفة بلا كثرة المعان، غادي نخلطوا كل شيء في المقلاة وغنطيبوه فوق النار بدون فرن. سهلة وبسيطة التحضير وكذلك بدون بيض بدون حليب، مكوناتها موجودة في كل بيت. نتمنى منكم انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخلوا لايك للفيديو من باب التشجيع فضلا وليس امرا. وكنقول لكم احبكم في الله، الله يحفظكم ليا والله يفرحكم كاملين والله ييسر لكم جميع اموركم. نخليكم تكتشفوا وصفة اليوم وباقي التفاصيل. يلا نبدأ على بركة الله. بسم الله على بركة الله. أول حاجة غادي نحتاج لها ملعقة صغيرة ممسوحة غير ممتلئة من الخميرة أو الخميرة الفورية. غادي نحطها في واحد الزليفة وغادي نكب عليها شوية ديال الماء دافئ، تقريبا ملعقة حتى الملعقتين ديال الماء دافئ. نخليها على جنب كتفاعل ونحضروا الوصفه ديالنا. غادي نحتاجو هنا المقلاة، ممكن انكم تخدموا باي مقلاة عندكم في البيت. وهنايا غادي نخلطوا كل شيء دقه واحده كيف قلت لكم في اول الفيديو، بلا كثره المعان بلا تعقيدات، سهله وبسيطه. غادي نحتاجو 3 ديال الكؤوس ديال السميد المتوسط او السميد اللي خاص بالبسبوسه او السميد اللي كنخدموا به الحرشه. غادي نحتاجو هنا 3 ديال الكؤوس العبار، كل كاس 125 غرام. من بعد هنا غادي نشكلوا واحد الحفره في الوسط بهذا الشكل. ثم غادي نحتاجو نصف كوب غير ممتلئ من الزيت، زيت نباتيه، يعني نصف كوب، ما غاديش نعمرو حتى نصف كوب، اقل من نصف كوب واحد سنتيم، يعني تقريبا عندنا هنايا 70 مليلتر. غادي نحتاجو ايضا ملعقه كبيره ديال الزبده كذلك غير ممتلئه جيدا، تقريبا واحد 20 غرام ديال الزبده او 30 غرام، يعني ملعقه. نضيفو ملعقه صغيره ديال الملح، الملح دائما تبقى حسب الذوق. وغادي نضيفو ايضا هنايا 7 غرام ديال خميره الحلويات او البيكنج باودر. غادي نخدمو جيدا الزبده مع الزيت مع السميد حتى كنلبسو جميع الحبيبات ديال السميد بالزبده والزيت. ضروري كنخدموهم بهذا الشكل، خدموهم مزيان في هذه المرحله. هنا غادي نخدمو الكل غير في المقلاة، ما نحتاجوش شي حاجه اخرى. ضروري كنخدموا هاد المكونات باش كتنسجم ليا مع بعض، وكذلك حتى خميرات الحلويات تنسجم ليا مع الكل. اذا هنا من بعد ما خدمتهم جيدا وتلبسوا جميع الحبيبات ديال السكر عفوا ديال السميد، وغادي نضيفوا ملعقه كبيره ديال المربى. هنا استعملت مربى المشمش. سر ديال هاد الوصفه او ديال هاد الحرشه هو هاد الملعقه ديال المربى اللي كتعطيها مذاق خطير جدا. كذلك اللي ما تواجدش عندها المربى غادي تعوضوه بملعقه ديال العسل، نفس النتيجه. غادي نحتاجو ايضا هنايا الخميره اللي وضعناها في اول الفيديو، وغادي نضيف كوب ديال الماء. الماء هنا دافئ، وبالنسبه للوزن ديالو 150 مليلتر ديال الماء دافئ فقط. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. هنا كنخدمو غير بالاصابع، ما كندلكوش نهائيا لان الحرشه ما كتعجنش. حاولوا اننا نخلطوها غير بالاصابع فقط. من بعد ما كنخلطوها ونتاكدوا ان المكونات تخلطات جيدا، كنحصلوا على خليط اللي مرخوف شيئا ما. ثم غادي نغطي عليه ونخليه مدة 10 دقائق حتى كيتشرب جيدا، عاد نرجعو نخدموها. يعني غادي نغطيو عليها تقريبا من 5 دقائق حتى ل10 دقائق فقط، راه كتكون تشربات. اذا انا من بعد ما تشربات عندي السميده ديالي، حصلت على هذا الشكل ديال العجين اللي كتكون مجموعه. نحاول انني نصنع منها كويره بهذه الطريقه، ونجيب كذلك القليل من السميد غنرشه في المقلاة ومباشره نقرصها في المقلاة بهذا الشكل اللي غتشوفوا معايا في الصوره. نحاولوا اننا نقرصوها وفي نفس الوقت نقادوا الجوانب.
بالنسبة لوصفة اليوم ضفنا ليها واحد المذاق اللي هو رائع. بالنسبة للمربى كيعطيها واحد المذاق هائل جدا. ممكن كيف قلت لكم في اول فيديو تعوضوه بالعسل، نفس النتيجة، كيعطيها واحد التعليكة ما نقولش لكم عليها. وانا غادي نستعين بسباتيل وكنقاد الجوانب، من بعد كنرش عليها السميد من الاعلى او من الوجه ديالها، ومباشرة غادي نديها ونحطها فوق النار. بالنسبة للنار تكون اقل من متوسطة واكثر من هادئة شوية. وهنايا يفضل تكون المقلاة شوية ثقيلة باش كطيب لكم على خاطرها وما تحرقش لكم دغيا. في حالة ان عندكم مقلاة اللي هي خفيفة حطوا تحت منها يعني ديك الاداة اللي كتحطوها للطاجين، غادي تحطوها وطيبوا فوق منها باش كطيب لكم على خاطرها. انا غادي نغطيها بواحد الصحن وكنخليها، ومره كنسخرها الجوانب باش كطيب ليا من جميع الجوانب لمدة تقريبا 10 دقائق، كتكون طابت من الاسفل. وغادي نقلبها للجهه الاخرى، وحاولوا انكم تقلبوها غير بالعقل لانها كتجي هشيشه راه دغيا تتكسر، يعني غير حاولوا معاها. انايا من بعد ما كنقلبوها للجهه الثانيه 5 دقائق كتكون كافيه انها باش كتحمر لي من الجهه الاخرى، لان كتكون الحرشه ديالنا راها طايبه. وفي نفس الوقت من بعد ما كنقلبوها 5 دقائق كطيب لينا بسرعه. اذا الحرشه ديالي ها هي وجدات، كنقدمها لكم بالصحه والراحه. كتجي من برا مقرمشه ومن الداخل كتجي كتذوب في الفم، لذيذه في المذاق ديالها، سريعه في التحضير ديالها، ممكن انك تحضريها في اخر لحظه. قدمتها لكم بطريقه اللي هي بسيطه وسريعه، وايضا بدون كثره المعان. كيف ما كنعرفوا حنايا راه كنعانيو من الاواني في المطبخ، مني كنكونوا كنطيبوا كتكون كثره الاواني. يعني الله يقدرنا وصافي. هادشي اللي غادي نقول لكم، وانا غادي نقطع لكم كيف كتشوفوا. يعني الحرشه ديالي راه مازال سخونه وكتجي كتذوب في الفم، لذيذه تستحق انكم تجربوها. كذلك غادي نقطع معكم من الداخل باش تشوفوا القوام ديال هاد الحرشه اللي هي رائعه، او فطيره الحرشه. اتمنى انكم تجربوها من كل قلبي وتخلوا لي رايكم وكذلك تعليقاتكم. وكنبغي نشكركم جزيل الشكر على دعواتكم اللي كتخليو ليا، وكذلك دعمكم. كنبغيكم من قلبي واحبكم في الله. الله يحفظكم ليا والله يفرحكم، والله يعطيكم كل ما نويتو في خاطركم ويسر لكم جميع اموركم. وهنايا كيف كتلاحظوا معايا هذا هو القوام ديال الحريشه ديالنا، كتجي رائعه. خليتكم على خير، دمتم في رعايه الله وحفظه. الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسوش طلعوا لي فروسكم. السلام عليكم.